بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام أعضاء موقع منتديات أموال العرب، إن شاء الله نبدأ حاليا التحليل الموجي الأسبوعي للسلع والعملات الرئيسية. احنا الحمد لله الأسبوع اللي فات والأسابيع اللي قبلها حققنا أهداف كويسة جدا الحمد لله، وإن شاء الله تحليل الأسبوع ده برضو يكون موفق زي التحليلات اللي فاتت. هنبدأ أولا بالأندكس. الأندكس دولار زي ما احنا شايفين هو حاليا بيواجه موفينج 200 على الفريم الأسبوعي، وفي احتمال كبير للارتداد منه لأنه هو ما نجحش في اختراق الترند الأسابيع اللي فاتت. حاول مرتين وبيرتد من الموفينج، سوري، وبيرتد من الموفينج. ممكن نشوف الأسبوع ده تصحيح للأسفل بسبب محاولة اختراق الترند اللي هي فشلت مرتين ان شاء الله. وهو فعلا طبعا الكلام ده احنا بنتكلم تحليل فني كلاسيكي مثلا من مؤشرات اللي هي الموفينجات، وده متوافق مع التحليل الموجي. يعني مثلا احنا انتهينا اخيرا من الموجة زد من A، وهن هنستهدف ان شاء الله الموجة B. يعني احنا برضو في التحليل الموجي بنستهدف الهبوط، لكن في خلال اول اسبوع ان شاء الله احنا بنتوقع ان افضل اهداف هنستهدفها في خلال الاسبوع ده اللي هي 77 50، مش هتكون اكتر من كده. يعني الاهداف اللي هي 76 74 و76 11 دي ان شاء الله هتكون بعد كده. لكن افضل هدف في خلال الاسبوع الحالي اللي احنا هنشتغل فيه هيكون 77 50. بالنسبة للبترول، هو حاليا في خلال الاسبوع اللي فات الحمد لله حقق اول هدف احنا توقعناه. احنا توقعنا 3 اهداف، هو حقق الهدف رقم 1. لكن في خلال الاسبوع ده التحليل مش كويس، مش كويس عليه، يعني مش دقيق، عشان هو بيواجه موفينج 155 وهو لحد دلوقتي للصعود. لكن مش هنبدأ نتكلم في الهبوط إلا عند كسر 76 71. وأنا الحقيقة مش عاوز أحط تحليل الأسبوع ده لأني مش مقتنع بالتحليل خلال هذا الأسبوع للنفط. اليورو دولار على الفريم الأسبوعي تحليل فني، هو حاليا بيواجه الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة، وإن شاء الله بنتوقع ارتداد منها زي ما هو ارتد الأسبوع اللي فات. إن شاء الله ممكن يرتد الأسبوع ده، وهيكون أول المواجهات قدامه مثلا مواجهة موفينج 155 اللي هي 1 7 30 26، وبعد كده يواجه الترند الهابط اللي هو الترند الهابط ده، وبعد كده ممكن يرتد منه يعمل تصحيح، وان شاء الله يكمل بعد كده صعود تاني ل... ليواجه الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة، وفي نفس الوقت يعمل يواجه الترند الصاعد. تحليل الموجي على ال4 ساعات لليورو دولار، ان شاء الله خلال الاسبوع ده احنا بنتوقع ارتفاع لاستهداف الموجة بي من اكس من واي من اكس، وان شاء الله الاهداف بتاعتنا هتكون خلال الموجة كلها. هي الموجة كلها هتستغرق لحد يوم زي مثلا 13/10، يعني هتستغرق حوالي نص شهر. احنا هنستهدف في خلال الاسبوع ده هدفين بس من الموجة. الهدف الاول 1 53 35 61، والهدف التاني 1 36 64. ان شاء الله اللي يستهدف الهدفين دول يفضل الخروج، لان دول اهم هدفين ان شاء الله خلال الاسبوع ده. بالنسبة للباوند دولار،
كتحليل فني على الفريم الأسبوعي، هو حاليا برضو بيواجه آه، منطقة مهمة جدا، وهي انه الإغلاق خلال الأسبوع اللي فات جاء أعلى الترند. معنى ذلك إن لل... في فرصة للصعود. لكن أهم أهداف التحليل الفني خلال الأسبوع ده اللي هنشوفها إن شاء الله خلال الأسبوع ده هو: هل الإغلاق هيكون أعلى موفينج 55 155 على الفريم الأسبوعي، ولا هيرتد من الموفينج 155؟ دي نقطة مهمة جدا اللي هنشوفها خلال الأسبوع ده إن شاء الله، وهي برضو هتكون أهدافنا إن شاء الله. على الأربع ساعات كتحليل موجي، هو برضو نفس الحكاية إن شاء الله. بنستهدف الموجة بي من واي من اكس، زي اليورو دولار بالظبط تقريبا. بنستهدف الموجة بي من واي من اكس. ان شاء الله هتكون الاهداف اللي احنا هنستهدفها خلال الاسبوع ده، واهم الاهداف هتكون 1 7 50 86. يعني اللي ان شاء الله يدخل معانا ويستهدف الهدف ده يحاول ان هو يخرج وما يستناش، عشان طبعا هو اللي مش عاوز يخرج ما يخرجش، لكن احنا بنقول الافضل يعني، عشان اللي بيستهدف مدى اسبوعي فقط يخرج من الهدف ده ان شاء الله، لان هو بيواجه عدة مقاومات. ادي اول واحدة، وادي تاني واحدة، مقاومات قوية. دي مقاومتين هو بيواجهه، والهدف التاني برضه بيواجه مقاومات قوية، لكن الخروج من الهدف الاول افضل. بالنسبة لوقف الخسارة ان شاء الله احنا ما نعملش وقف خسارة خالص للازواج الا تاني يوم. يعني مثلا يوم التلات وقف الخسارة هيكون آه، اسفل مثلا الاسبوع اللي فات بالظبط، اسفل اغلاق الاسبوع اللي فات. يعني مثلا وقف الخسارة عندنا هيكون على الباوند دولار واحد 55 17. هيكون ان شاء الله زي ما اتفقنا يوم التلات، مش اول يوم، مش اول افتتاح السوق. ان شاء الله يكون التحليل موفق خلال هذا الاسبوع. وانا بستغل الفرصة دي وبدعوكم انكم تحضروا افتتاح الموقع النهاردة ان شاء الله. هو الافتتاح كان المفروض 1/10، لكن احنا فضلنا ان هو يكون مع افتتاح السوق، وان شاء الله هيكون في مفاجآت كتير، ونحب انكم تشاركونا فيها. السلام عليكم.